يا مساء الخير والورد والياسمين، مساء السعادة. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم. ربنا يا رب يجعل سعادة الدنيا يا رب بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب، اللهم امين. ويا رب يفك كرب كل مكروب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويبعد عنكم كل شر وكل اذى، ويشفي كل من كان مريض. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. روتين جديد في يوم جديد نبدأه كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بدأتها كده بالغدا، يعني عملت كده الغدا على طول، يعني ما جهزتش الفطار، يعني اللي هو صحينا متأخر، فكان عندي كده ايه سمك صغير كده في الفريزر، فطبعا ايه خرجته وقلت راح اشويه في الفرن. كان نفسي اصور لكم والله الاجواء، يعني الفرن اللي هو الايه الفلاحي دوت، يعني ما شاء الله تحفة تحفة جدا يا بنات، وبيوفر في الغاز والمجهود بقى والزيوت والحاجات دي. ما نقليش سمك ولا اي حاجة، لا هنشوي سمك وكل حاجة يعني كده ايه بمنتهى السهولة. وانتوا عارفين طبعا ان الانابيب رفعت خالص، واحنا عايزين على قد ما نقدر نوفر في الميزانية ونوفر في كل حاجة بإذن الله تعالى. عايزين على قد ما نقدر نحافظ كده ايه على كل حاجة بإذن الله. بصوا بقى حبيب قلبي، كده عملت سمك مشوي وعملت بطاطس محمرة وعملت السلطة كده وعملت الرز كده، وعندنا المخلل كمان عاملاه. فكده اللهم لك الحمد. كده بعد غدانا على طول مباشرة دخلت كده على المواعين. يعني حاولي على قد ما تقدري انجزي في حياتك، انجزي في يومك، انجزي كمان في شغل بيتك وفي مجهودك وفي كل حاجة، بحيث ان انت ما تتعبيش، بحيث ان انت ما تحسيش بملل، ما تحسيش ان انت زهقتي من شغل البيت او الروتين اليومي، او تحسسي نفسك ان الروتين اليومي دوت يوم كده بتحسي فيه بملل. لان دايما لو صحيتي من النوم وقلتي انا حاسه ان انا عاجزه مش قادره مكسله، هتحسي فعلا بملل رهيب، وهتحسي كمان ان انت مش طايقه البيت تماما ولا طايقه اي حاجه، فهتحسي ان انت عايزه تمشي من البيت وتروحي اي مكان. فبصوا كده على قد ما نقدر يعني نحاول نحافظ على كل حاجة في بيتنا. انتي لو اخر الشهر مثلا عايزة انتي عايزة توفري وتدبري، عايزة تكوني ست بيت شاطرة، عايزة توفري وتشتري ذهب، عايزة تعملي حاجات كتيرة ونفسك فيها، عايزة تشتري حاجات للبيت، وعايزة يعني بصي دلوقتي انا عارفة الاسعار رافعة جدا، يعني كل انسانة وكل واحدة فينا بتحلم ان هي يكون عندها كل مشترياتها وكل لوازمها وكل لوازم البيت واحتياجاتها، احتياجات اولادها، احتياجات البيت. فده كله هنعمله مع بعض، وان شاء الله على قد ما اقدر هعمل روتينات توفير جدا 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 ليكم الايام اللي جايه باذن الله تعالى. خلاص رمضان عدى، العيد عدى، جه العيد الاضحى عدى، هو كمان المصاريف، الدروس، كل حاجه. فاحنا عايزين على قد ما نقدر، مش شرط ان احنا مثلا اولادنا خلصوا دراسه او خلصوا مثلا المصاريف، لا احنا عايزين بقى ايه نحاول نوفر على قد ما نقدر. هنحاول باذن الله تعالى بكل حاجه. وازاي هعمل لك ميزانيه جميله جدا وبالورقه والقلم، وهرتبها صح والله باذن الله تعالى، واحاول انزلك ده كله. لازم نوفر يا بنات، لازم يبقى فيه ميزانية حلوة في ايدينا لما الدراسة تدخل علينا ان شاء الله. ربنا يعودها علينا يا ربي وعليكم كده يا رب بالخير يا رب، اللهم امين. وتعدي كده سنة خير بإذن الله تعالى، سنة ورا سنة، وكل أحلامنا وكل حاجتنا إن شاء الله تتحقق بإذن الله. فاحنا ان شاء الله روتينات التوفير على قد ما نقدر. يعني مثلا انا النهارده كده السمك فيه متناول على قد ايدك، فيه ب100، فيه ب200، فيه على قد ما تقدري. حاولي ان احنا نوفر باذن الله تعالى. فالصغير دوت عامل 30 جنيه، ايه اللي فيها يعني لما اشتري 2 كيلو ب60 جنيه؟ انت لو رحتي اشتريتي كيلو ب100 جنيه مش هيعمل معاكي حاجه. فطبعا لو انت مثلا عيله، يعني لو 6 افراد ولا 5 افراد كده زينا، فانت طبعا هتعملي ايه؟ مضطره ان انت تشتري مثلا 2 كيلو من السمك او كيلو ونص، فبالتالي انت هتحسي في عجز تام. فطبعا لما تشتري 2 كيلو ب 200 جنيه، لما تشتري 2 كيلو ب 60 جنيه، يبقى في توفير كده 140 جنيه. يبقى احنا كده وفرنا في الميزانيه جامد جدا. وباذن الله تعالى روتينات الصيف كلها ان شاء الله هتكون كلها روتينات توفير، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على القرش بتاعنا. نحاول ان احنا على قد ما نقدر نكون قرش كده علشان خاطر اولادنا داخلين على دراسه. هتعدي ايه فتره الصيف، انت عايزه ترفهي اولادك يوم او يومين قبل دخول الدراسه، فطبعا لازم توفري من دلوقتي. احنا خلاص في شهر 6، انت خرجي اولادك على قد ما تقدري. حاولي تحافظي على كل ميزانيه بيتك. مثلا لو انت لميتي عيديه العيد واولادك لموها كمان، قولي لهم بقى انتوا صرفتوا، اشتريتوا الالعاب اللي نفسكم فيها، كل واحد يديني كده الباقي من معاه. يعني بصوا انا عايزه افسحكم وعايزه اخرجكم وعايزه تقضي يوم حلو،
فطبعا هو لازم، مش معنى مثلا ان احنا هنوفر في الميزانية او نوفر مثلا في الرصيد بتاعنا وكل حاجة يبقى خلاص نيجي على اولادنا او نحسسهم بالعجز او ما ياكلوش او الحاجات، لا خالص خالص تماما. هناكل حاجات صحية جدا وهنحاول نوفر جدا. يعني زي ما قلت لكم كده 2 كيلو من السمك صغير جبتهم ب 60 جنيه، طيب انت لما تروحي تجيبي 2 كيلو سمك من الكبير هتجيبيهم ب 200 جنيه، يبقى في توفير جامد كده. طيب هنعمل مثلا لو انت مثلا من الناس اللي بتعملي مثلا كيلو من الرز، هنحاول ان احنا نعمل كيلو الا ربع ونشيل الربع كده المره تانية، ونقضي بقيه يعني مثلا الغدا بتاعنا بعيش مثلا. فده كمان من روتينات التوفير، يعني ده كله من الحاجات اللي احنا هنوفر فيها بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى هخرجك من الصيف ده إن شاء الله مكونة قرش كده لأولادك علشان خاطر ينفعهم في الدراسة، الدروس، الكتب. خلاص انت هتبصي تلاقي كده يعني شهر 9 كده جه، خلاص انت عايزه تشتري كتب الاولاد، عايزه تشتري كل حاجه. فطبعا بالتالي هتحس ان في عجز كبير. ايه ده اللي انا صرفته كله في الصيف، يعني دوت كده بقى خلاص دمر لي حياتي. لا احنا خلاص يا جماعه، العيد كده كل سنه وانتم طيبين، يعني خلاص خلص. فطبعا هنبدا بقى نحاول نوفر على قد ما نقدر في الميزانيه. نحاول كده باقي خلاص معانا كده شهر 6 شهر 7 شهر 8، نحاول في ال3 شهور دول على قد ما نقدر. حاولي يا ستي ان انت توفري شهر 6 دوت مع هدية اولادك وكده، وخرجيهم يوم. مش هقولك مثلا تخرجيهم يومين 3 يا ستي، لو في مقدرتك ان انت تخرجيهم يومين وتاخدي كده فندق في مكان كده، يعني مثلا غرفة كده انت واولادك في يوم كده تقضي فيها اول يوم وتاني يوم. مش لازم تقضي فيها، اللي هو اول يوم خلاص انت قضيتي فيه، تاني يوم بتخرجي انت واولادك على البحر وكده تسعديهم، تفسحيهم، تعملوا لهم اللي نفسهم فيه، وبعد كده ترجعي تاخدي حاجاتهم وشنطهم وكل حاجه وتعتمدي على الله، ترجعي لبيتك علشان خاطر نبدا نوفر في الميزانيه. يعني انا عايزه كل واحده كده تروق لي كده نفسيها وتظبط لي كده نفسيها علشان تهيئي نفسك بقى ان انا خلاص قضيت يوم حلو انا واولادي، نبدا بقى ندخل في روتينات التوفير ونبدا نوفر ونظبط الدنيا. خلاص شهر 6 وقلت لك على العيديه، يبقى انت كده وفرتي، خرجتي انت واولادك في شهر 7 او في اخر 7 يا ستي. ابدأي بقى من اخر 7 كده ابدأي وفري في الميزانيه، وحاولي كل جنيه توفري في الحصاله علشان خاطر ترجعي في شهر 9 يبقى معاكي شهر 8 وشهر 9. هو في اخر 9 بالظبط بتكون بدأت الكتب تنزل، فانت في الوقت دوت بقى تكوني وفرتي في الميزانية علشان خاطر تبدأي تجيبي لأولادك كتب الدروس والحاجات دي والحوارات اللي احنا بندخل فيها كل سنة، ولبس المدارس والشنط بقى واللانش بوكس يعني ده كله الأولاد محتاجينه. فطبعا بتبقى ضغوط علينا بعد عيد الكبير، فنحاول بقى في ال3 شهور دول نحاول نلم نفسينا، نفسح الاولاد، نحاول ان احنا نجيب لهم بقى نبدا نظبط بقى في الميزانيه ونوفر. مش معنى كده بقى ان انا خلاص الصيف جاي يا جماعه لا انا عايزه اعيش حياتي بقى، ده انا هلكانه. لا، ما هو انت هلكانه علشان خاطر انت ما عملتيش حساب لليوم ده. فهنحاول على قد ما نقدر نعمل حساب اليوم اللي احنا هندخل فيه ايام الدراسه، فيكون معاكي كل حاجه ومشتريات اولادك ومستلزمات اولادك. ولو بقى انت ناصحه تقولي لاولادك بقى كل واحد مثلا العيديه بتاعته تاخديها منه، وتبداي في الوقت دوت تبداي تجيبي الحاجات. يعني مثلا لو عندك بنات هتجيبي مثلا استرتشات وتركناها على جنب، مثلا الباديهات وتركناها على جنب، الحاجات اللي هي هتبداي بالحاجات اللي هي الداخليه كده الاول. فبعد كده بقى تبداي تجيبي حاجه. بصي هتلاقي فيه على فكره زمزميات موجوده في اي وقت، يعني في اي وقت، واللانش بوكس ده موجود في اي وقت، لان في ناس بتبقى تاخد في الرحلات والحاجات دي. اشتري يا ستي اللانش بوكس والزمزميه والحاجات دي في الوقت ده، يبقى انت كده وفرت على نفسك. يعني حاولي ان انت تعملي اي حاجه. هتيجي بقى في وقت الدراسه يبقى على قد الكتب، على قد مثلا الملابس بتاعت الاولاد اللي هو زي المدرسه وكده، يعني عندهم من السنه اللي فاتت حاولي ان انت تجيبي واحد جديد بحيث ان هم يغيروا فيه. فحاولي على قد ما تقدري كده تظبطي في الميزانيه. بصوا بقى يا حباب قلبي، بعد الغدا على طول مباشره مسكت المواعين، ظبطتها، غسلتها، عقمت البيت ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى نغسل الحوض كده. وعايزه اوريكم حاجه كمان، يعني حاجه كده تعمليها. احنا كنا شاربين قهوه قبل قبل الفطار، يعني قبل الغدا. فطبعا بصوا عايزه اوريكم بس البن دوت لما باجي اعمل كده. بصوا بقى بعد ما بخلص المواعين بروح جايه اخده بقى اللي هو
البواقي بقى بتاعت الايه البن، وبروح جايه بقى ايه دعكه بها ايدي بقى، مش قادره اقول لكم. لو حطيتي عليها كمان نص معلقه من السكر ونص ليمونه، والله العظيم يا بنات تحفه، بتخلي ايدك كده منعشه وجميله وناعمه وطريه. وبصوا بقى بياض ناصع بقى، مش قادره اقول لكم، بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بتخلي الايد تحفه تحفه تحفه. جربوها وادعوا لي. كل غسله كده وكل شطفه بعد المواعين اعملي ده. ودي برضو من الحاجات التوفير، دي من حاجات التوفير، احنا في التوفير يا جماعه ما بنهزرش. دي من حاجات التوفير اللي انتي هتبداي تستغنى عن كريم الايدين وكده والحاجات دي. هتقولي مثلا انا عايزه كريم ايدين وللرجل واللي ما اعرفش ايه واللي وشي بصي هتوفري، والله هتوفري ان شاء الله. والله لو بداتيها كده بحب كده واعتنيتي بنفسك بحاجات بسيطه كده من البيت، هتحسي بسعاده فظيعه. من ناحية اهتميتي بنفسك، ومن ناحية تانية ان انتي وفرتي في الميزانية. يعني بصوا حاجات من البيت، حاجات ما تحسيش كده بعجز وان انتي ايه هدرتي فلوسك كده على الفاضي. بصوا بقى حباب قلبي، بعد ما خلصنا المواعين وظبطنا الدنيا، قلنا نغسل البوتاجاز ونعمل بقى ايه واجب الضيافة كده. لينا كده احنا والاولاد كده وايه، انا وزوجي يعني نعمل كوبايتين شاي، شويه سوداني، شويه ترمس، اي حاجه كده من بواقي العيد الجميله القمر دي، الحاجات بتاعت العيد التحفه دي، ونبدا نحطها كده ونظبط حياتنا كده. حاجه بسيطه جدا تنعيش لك بيتك واولادك. لو بصي لو عامله ترمس بس، يعني لو عامله الترمس بس دي حاجه كده ايه روعه. سوداني بس برضو نقول اللهم لك الحمد. كحك دايب، قلت لك قبل كده في الروتين اللي فات اعملي كوبايتين دقيق بس كده، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحسي بانتعاشه كده طول اليوم. ربنا يجعل ايامكم كلها سعد وخير ورزق وهنا من عند ربنا سبحانه وتعالى يا رب، اللهم امين. بصوا بقى حبايب قلبي، حطيت كده السوداني وهنبدا نحط الايه الترمس بتاعنا. هو عايز يتغسل، انا كنت حاطاه على فكره في التلاجة، بس انا ايه يعني بنته الصغيره كل شويه تروح تجيب شويه كده، فهو عايز يتغسل كده، يعني ياخد له شاور كده محترم، علشان خاطر بقى ايه حسيت ان هو ايه بدأ يتملح جامد كده، فحسيته مملح يعني شويه زياده عن اللازم، فقلت ايه نغسله كويس كده. وبكده حباب قلبي حطينا الترمس وحطينا السوداني، وحاطه في الوقت دوت بقى ايه الشاي على النار. خلاص كده يعني بدأ يطلع معايا، فهنجيب بقى اللي ايه هنجيب الكوبايات بتاعتنا القمر دي، ونبدأ بقى ايه نحط كوبايتين شاي، ونقعد كده مع بعض كده نتناقش نتحاور، نتكلم مع بعض نشوف هنعمل ايه. وزي ما قلت لك حاولي ان انت تقعدي مع اولادك قبل ما يفرتكوا الفلوس بتاعت العيدية دي، حاولي تقعدي معاهم وتظبطي الدنيا، ظبطي الدنيا علشان خاطر ما يجيش عليكي الوقت وتتزنقي وتبدأي تكرهي نفسك وتحسي